أنا كمال عبدين من سكان مدينة الخليل، لصوابتي مزة الحرم الإبراهيمي الشريف التي ارتكبها المجرم باروك جولدشتاين. نحن الآن في الذكرى 27 لذكرى مزة الحرم الإبراهيمي الشريف. هلا التفاصيل اللي صارت انه بعد في 25/2/94. طبعا الحرم تقريبا بعيد عن بيتنا حوالي 2-3 كيلو. قررنا ننزل على الحرم. نفس اليوم الجيش بقى الامن عنده تاركه، خلي الامور انه يدخلوا زي ما بدكم. لما طلعنا على الحرم فوق نصلي، تفاجأنا انه جيش فاصل النسوان عنا، بعيدهم عنا شويه. هذا الاشي بدل انه هو مخطط لها. هلا لما بدينا في الركعه الاولى بدا اطلاق النار، بدا الصوات، بدت الصياح، بدت الناس. هلا انا شفت الناس على الارض، شفت الدم. طبعا الناس بدات تكبر الله اكبر، شو اللي بيصير، شو بيعرف. هلا انا طبعا التفت، لمحته باروك، التفت اشوف منين اللي بتجيني، طلع هون. لحد هذه اللحظه انا مش راح عمري انسى ولا انسى الاصابه. درت وجهي عليه، لحد هلا محفور عندي بالذاكره. هلا هو مربي دائم، حاطط سماعات على دانه عشان ما يسمعش الصوت ولا يسمع صوت المجزره اللي عملها اللي ارتكبها. طبعا قعدت في غيبوبه بعدها حوالي 5-6 شهور ولا شيء. ما ادري شو صار معي. اول ما صحيت طبعا ما كنتش احس في رجلي. بسأل الدكتور بقول له يعني لما بدأت اتعافى شوي شوي، امتى بدي امشي؟ الدكتور الياس حتر، لا بتذكره، قال لي كمال انا بكلمك زلمه مقابل زلمه. انت عندك قطع كامل بالنخاع الشوكي، انت حياتك خلص على الكرسي، انت هلا ما تفكر عمرك بالحياه تمشي. لما اكثر يوم بقى مأساة انه اليوم ما رجعت من مدينه الحسين الطبيه، شفت الناس بقوا طبعا يستقبلوني. بقيت بعد ما يقارب 7-8 اشهر الناس استقبلوني. بطلع بقى يوم حزين انه انا طلعت بمشي على رجلي، رجعت على كرسي متحرك. هلا بعد الاصابه انا رفعت قضيه. هلا الاحتلال ما تقريبا القضيه ما بقى معترف كاصابه، كتعويض بده يعوضنا. كنت موقف محامي، المحامي قال لي الحل الوحيد انك تعمل مصالحه. هلا المحامي قال لي هم مش رايحين يعترفوا لو تمت في القضيه، هم عندهم سقف محدد انه لاصابتك. اخذت سقف محدد رمزي وتسكرت القضيه على هذا المبلغ. وقعدت تقريبا في علاجات اكثر من سنه، والحمد لله تقريبا بعد اكثر من سنه في العلاجات من العلاجات استقرت وضعي. هلا بعد اصابتي طبعا لا شك انه كل بدايه صعبه، انه واحد بقى يمشي وفي يوم وليله ما يصير ما يقعد على كرسي متحرك. طبعا زوجتي لما اخذتها، كل احترام إلها ولا شيء، بقيت لقيت معارضه كونه انا مقعد على كرسي متحرك. أهلي كانوا في البداية معارضين زواجنا لأنهم كانوا خايفين من قصة الخلفة. أجا كمال ويعني حاولنا أول مرة وتاني مرة، فبالآخر إنه لما شفنا إنه الأمور طبيعية وإنه ممكن إن شاء الله إنه أخلفوا من هالحكي، فبعديها وافقوا. حسيته إنسان راكز وواعي وزلمة بمعنى الكلمة. من هذا الباب أصريت عليه، يعني مش عارفة، نصيب في النهاية. هلا ابني بيسألني بقول لي بابا بيلعب على الارض، بقول له ليش بتلعبش، ليش انت هيك؟ هلا ما بقول له انا انه من اليهود، بديش يفهم شو اليهود ويخاف من اليهود شويه. قلت له قلبت السياره معي. هلا لما يكبر شوي شوي، لانه هذا طفل، لما تقول له والله فلان طخه بصير يفكر انه هو
راح فلان عاوز يطخه. هلا حادث بصير يقول لي طب سوق حته حته، لما اقول له انا حادث بالسياره، سوق حته حته تسوق اشحامي. بس اصابتي معروفه انه هذا من الاحتلال المجرم، موجوده، يعني اي واحد بيشوفني بتذكر مزة الحرم وبتذكر هذا. حاليا الحرم في درج كثير، ما بقدر افوته الحرم. طبعا لما دخلت الحرم اول ما رحت محل ما كنت انا واقف، محل ما الصواب، طلعت رحت تذكرت وين بقى هو واقف في السلم، اللي المنطقة اللي دخل منها حتى اطلع عليها. طبعا المنطقة دخل منها هو صارت ممنوع احنا نفوتها، مقسومة. لما رحت انا طبعا قعدت شفت الحرم انه احنا المنطقة جزء بسيط ماخذين، محل ما كنا نصلي اشي بسيط. هلا هم اخذوا الاشياء الاكثر في الحرم، يعني احنا جزء بسيط. الجولية اللي جولية بسيطة، يعني كنا مساحة بسيطة جدا. وقعدت اطلع، بقيت حزين على انه قعدت اتذكر انه المأساة طبعا هي حفرت بالذاكرة الفلسطينية، مش عمري راح انساها. هو دكتور جاي من امريكا، واذا هو دكتور وجاي من امريكا بيعمل هيك، كيف هذا المتعلمين هيك؟ يعني هو ما هو عايش في فلسطين، جاي من برا وحاقد علينا. انو قتلوه، قالوا لنا نمر مجاهد، وسألوا لنا استشهد. طب كيف استشهد بما انه مات هو قتله؟ قال اجى الجيش قعد يطخ. يعني حتى اللي قتله على دليل انه بقى في جيش، لانه استشهد اللي قتله، الجيش قعد يطخ. انا مأساة انه بالفعل انه حزين انه احنا اللي تعاقبنا. الحكومة الاسرائيلية بقت تخطط لهذا الموضوع، بدليل انه بقت تعمل فرصة اللي عشان تلاقي حل انه تقسم الحرم منطقة إلنا ومنطقة إلهم. يعني عملوها هم من انه هذه صارت المزرعة عشان قال يمنعوا الاحتكاك قال بيننا وبينهم. انا اكثر الناس احنا بنحب السلام، الشعب الفلسطيني، بس مش يعني انه انا احب السلام تيجي تقاسمني في بيتي. فهمت علي؟ بدال ما احنا في المزرعة تكون فرصة إلنا وللعالم انه احنا نسيطر على الحرم، بالعكس بقت مزرعة مكسب للإسرائيليين أكثر ما هي مكسب إلنا. طبعا هو سمعنا إنه عاملين له مقام شقة كريات 4 بال، وكل سنة بيعملوا له احتفال وبيعدوا قائد كبير، وإنه ما شاء الله عليه بيعملوا له ذكرى سنوية له. هلا زي ما قلت لك إنك أنت بدك تتم تفكر في اللي صار، بس أنا بتذكرها، وهذا الاشي مؤلم بنفس الوقت، انه انا يعني تاركها، انه انا امشي في حياتي واعيش حياتي واليومية باكمل وجه. بديت في الرياضة. طبعا لكل انسان الرياضة كويسة، وبالذات لذوي الاعاقة. خلتني انشهر برضه، اعطتني انا ثقة بنفسي، أهلتني إنه أشارك. مشيت في العمل الرياضي، شاركت في عدة بطولات عربية ومحلية دولية وعالمية. أخذت كؤوس وميداليات ذهبية وفضية على مستوى فلسطين وعلى مستوى عالمي. قبل الإصابة كنت أروح وأجي وأشبط أيام منع التجول، كنت ما أخليش منطقة وأروح، الجيش والتذكيرات الحياة اللي عانيها وكل شيء. إنه أنا هذه الأمور بعد الإصابة بس بتمنى إنه أنا أوقف على رجلي، ما أرجعش زي ما بديش أرجع أنط وأقيم وأقفز، بس أوقف على رجلي، اللي أقدر أطلع درجة، ولو أقعد في الدرجة وقت طويل بدون مساعدة حدا. إنها الإعاقة لا تعني انتهاء دور الإنسان في شتى مجالات الحياة. الإعاقة أي نعم بقت صعبة، إلا إنه أنا تغلبت عليها. الاحتلال فكره بإصابتي أصبح إنه يقعد كملاعبين يخليه، إلا إنه أنا كملت مشواري في حياتي، والحمد لله أصبحت أمارس حياتي. الحياة حلوة والله كتب لي الحياة،
انه اللي هو عندي العائله وزوجتي وابني، بتمنى انه ابني يكون الشعب الفلسطيني ماخذ حقه، ما يعيش الحياه اللي عشتها انا.